هل عندك إحساس إن الحياة ظلمتك؟ إنك عانيت كتير مخدتش اللي تستحقه، وإنك كنت تستحق الأفضل؟ بتقعد تعيد وتزيد في الماضي وتفتكر أخطائك وتفكر هل كل اللي انت بتعانيه دلوقتي هو بسبب اختياراتك الغلط وكرمتك الوحشة؟ هل تستحق المعاناة اللي انت عايشها؟ طب معاناتك دي جاية منين؟ ركز معايا وافصل نفسك عن العالم الخارجي واسمعني بعقلك وقلبك. لو انت بتخيط اي قميص عندك دلوقتي، مش بتعمل عقدة واحدة في طرف الخيط علشان ما يفلتش منك؟ بس ساعات وانت بتخيط بتلاقي الخيط عقد منك وعمل عقدة مش معدية من القماش. بتعمل ايه في الحالة دي؟ بتقطع الخيط وتضيع كل اللي انت عملته، ولا بتحاول تفك العقدة بالراحة وببصيرة وعلى مهل وبتفرح قوي بعدها وبتخلي بالك ومهما اتعقدت تاني تفتكر ازاي فكيتها المرة اللي قبليها وتفكها تاني وتالت ورابع؟ جميع مصاعب الحياة لازم تتعامل معاها زي عقدة الخيط بالظبط، ما تديهاش أهمية أكبر من الخيط ذات نفسه. خلي عينك على الخيط، على الحياة، حياتك، عمرك اللي لسه قدامك. حل عقدك وانت عينك على حياتك اللي قدامك وعقلك مركز على انك ياما مريت بعقد وحلتها. كلنا عندنا عقد ومنغصات، وكل الصور الجميلة والكلام الأجمل اللي موجود حوالينا في كل مكان ونشوفه عن طريق موبايلنا على السوشيال ميديا ما هو إلا الجزء الإيجابي من الصورة اللي انت مش شايف بقيتها في حياة الآخرين. امسك صورة قديمة من دولابك، من اللي كانت بتصور بالكاميرا العادية بتاعت زمان بتاعت المصايف اللي كنا بنحمض الصور بتاعتها. امسك أي صورة هتلاقي حاجة حلوة في الصورة، ولازم كمان يكون في حاجة وحشة. لازم حتة في طرف الصورة مش باينة عشان إيدك اتهزت وانت بتصور. بياع آيس كريم عدى ودخل في الصورة وهو مبرق، بوظ الصورة. كتف حد دخل ولطش نص الصورة. نقطة رمل جت على العدسة طلعت في الصورة. اهي دي حياتك وحياتي كمان، فيها الحلو وفيها الوحش. ومش معنى ان الجو العام او الترند او الصورة بقت بتظهر الحلو بس، او اوقاتنا الحلوة اللي بنخلدها عن طريق الصورة، يبقى ده معناه ان كل حاجة تمام. مفيش حياة كده مهما اتخدعت بده. كلنا عندنا منغصات في حياتنا، انت عندك وانا عندي. انا اللي بقولك كل الكلام الايجابي ده بقولك انا عندي كمان منغصات في حياتي. سيلافي، هي دي الحياة. حتى في الحياة البرية، حتى ملك الغابة بيتربص بيه الضباع وعنده منغصات في حياته. كده اتفقنا ان كل واحد عنده عقد في خيط حياته. طب ايه رأيك بقى ان سادجورو بيقول ان اصلا العقد اللي انت شايفها دي وبتحاول تفكها عشان تعيش، هي في الاصل مش موجودة، دي من خيالك، نبع من إحساسك بعدم الأمان اللي داخلك مش براك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العقد أو المشاكل أو المناغصات دي في حياتك ما هي إلا وهم بتخلقه هنا. خايف من امتحان، خايف من الارتباط، جوزك خانك، صاحبتك بعتك، اترفدت من الشغل. الحدث في ذاته زي أي حدث في الكون مش هيأثر على إن الأرض تلف ولا الشمس تغيب ما ترجعش. في النهاية هتشوف الشمس في اليوم اللي بعده، سواء انت مرفوض، متخان، ساقط، مش هتفرق. الشمس كده كده طالعة. ولكن مشاعرك وخوفك هم اللي بيعموك على إنك تعامل الحدث ده بعقلك. فمشاعرك بتتدخل وبتخلي عقلك عامل زي قطر قديم شغال بالفحم، وعمالين يرموا الفحم ده في النار، والمحرك داير والقطر ماشي يطلع دخان في طريقه على أقصى سرعة، والسواق اللي هو حضرتك قاعد في آخر عربية في القطر بتعيط على حالك وسايب مشاعرك على عقلك تزود الفحم. وقطر حياتك مشي بدون فرامل. سقطت، أهلي هيعايروني، الناس هتشوفني فاشل، أصحابي هيسبقوني في حياتهم العملية، أنا حاسس إني مش هعرف أنجح تاني، حبيبي خاني، الناس هتشمت فيا، صحابي هيضحكوا عليا، اكيد انا وحشه، طيب يمكن انا اللي غلطت، ايه ده، انا مش هقدر ارتبط تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. مع ان الامر ابسط من البساطه. سقوطك مش هيموتك، وخيانته ليكي مش هتقتلك، دي مجرد احداث سيئه وهتعدي، ودروس لازم وهتعيشها طالما قررنا نعيش. بمجرد ما هتدرك الفكره دي وتجرد الاحداث دي كلها وتشوفها على حقيقتها وتمنعها تتحكم فيك وفي مشاعرك وتقود عقلك للجنون، هترتاح وهتموفون من أي حاجة في الدنيا بطريقة أبسط وإن ثابت بعد الألم. لازم يكون عندنا تصالح مع إننا بنعيش مع بعض الألم. زي ما أنت مش هينفع تغير الماضي، والامتحان اللي أنت سقطت فيه وعطلك مسيرتك المهنية موقفش حياتك بالفعل بشكل نهائي. أنت بس ركبت القطر اللي بعده اللي هيوصلك لنفس المكان ويمكن مكان أفضل كمان. حبيبك اللي خانك علمك إنك في المستقبل لازم خياراتك تبقى أفضل. هو ما خدش الحب ومشي، هو بس اللي مشي، والألم هيقل مع الأيام والباقي منه ذكرى تعيشها لدرسها اللي هيفيدك أكتر في المستقبل. زي ما بيقول سادجورو إن العقد دي وهمية، كمان فكها وهمي، بمعنى انت بترهق نفسك بوضع العقد الوهمية وبعدين بترهقها اكتر بمحاولة فكها، مع انك لو جردت كل مشاكلك وحطيتها في وضعها الحقيقي من الاول هتلاقيها في النهاية هي الحياة. لما تعدي عليك مشكلة ما عليك الا انك ترتاح. بعد اي مشكلة انت محتاج ترتاح، ما تعقدش الموضوع وبعد كده تحاول تقعد تحله. وما بين التعقيد والحل انت مسحول وموجوع
وحياتك بتعدي. أيام وسنين ممكن تضيع منك سبب فكرة واحدة أو عقدة واحدة أنت عقدتها وهي وهمية. ممكن تعيش سنين تشوف نفسك فاشل، مش محبوب، مظلوم، وتضيع حياتك على وهم أنت خلقته، وأنت ولا فاشل ولا مش محبوب ولا مظلوم. أنت بس محتاج تغير وجهة نظرك في نفسك. أنت بس عقدت العقدة بإيدك، صدقت غيرك لما قالك إنك فاشل ومش محبوب، واستسلمت الأمر إنك مظلوم. مع إني آرائهم دي مجرد عبث، وهم، حاجز نفسي وهمي اتحط قدامك خلاك واقف مكانك وقت طويل وانت فاكر ان الطريق مسدود، وهو في الحقيقة مفتوح وفي انتظارك. شفت الفيديو ده من فترة لحصان صاحبته بتوهمه انها حطت السرج وبتقوده منه، عملت له سرج وهمي، وانت زي الحصان ده بتسيطر عليك بالوهم لدرجة انك شايف عوائق وحواجز وهمية منعك عن حاجات كتير. انت زي الحصان ده فاكر نفسك متقيد من ساق، فنسيت انك قادر، انك تستحق الافضل. مش هيفيدك لو عشت في اكتر الاوطان حرية لو انت من جواك مش حاسس انك حر. كل عقدي وعقدك اللي بنحاول نحلها طول الوقت ما هي الا وهم. اتحرر من وهم العقد هتعرف تدوق الحياة. وبالنهاية اتمنى لكم كل الحرية والسعادة والحياة. كانت معكم في بي انور، السيناريستية.